تخيل معايا انك شاب واخيرا حلمك اتحقق، سافرت بره مصر بعد ما استلفت تقريبا 200 الف جنيه، وقدامك خطوه او اتنين عشان تحقق حلمك اللي هو انك تقبض بعمله غير مصريه. بس في بعض الحاجات ما بتبقاش واضحه غير لما انت توصل جوه الحلم. زي مثلا انت دلوقتي المفروض تدفع ايجار تقريبا 30 الف جنيه مصري او 40 الف جنيه مصري، وتقعد تحسبها بعمله البلد اللي انت مسافرها. بجانب السكن، هتسكن مع مين؟ هتقعد تنقل من سكن للتاني علشان انت مش عارف تتأقلم مع الناس اللي انت عايش معاهم، لانهم طبعا كلهم جنسيات غير الجنسيات اللي انت عارفها. وده السكن بس، احنا لسه ما اتكلمناش عن المواصلات وعن الخروج وعن الاكل وعن الشرب. بجانب انت لسه بتدور على وظيفه وانت جاي معاك بادجت معينه بس، اللي هم ال 200 الف جنيه اللي انت كنت مستلفهم. بجانب انت هتبدا تدخل في المود اللي هو القلق والندم، اللي انت مش عارف القرار اللي انت خدته صح ولا غلط، وهتدخل في مود شد الاعصاب وتبدا تشكك في قدراتك، ومش عارف القرار اللي انت خدته دوت هل هتفضل مستمر فيه لحد امتى، الفلوس اللي معاك هتكفي ولا مش هتكفي، لا قدر الله لو حصل لك حاجه او تعبت مين اللي هيساعدك، انت هنا لوحدك. انا عندي 11 سنه خبره في مجالي اللي هو مجال الفنادق والسياحه، و6 سنوات خبره في البلد دي. النهارده انا جاي لك بالحل، وجاي لك علشان ما تضيعش فلوسك وتتاكد قبل ما تسافر اللي انت فعلا جاهز للسفر. بس الاول هطلب منك طلب صغير، ما تنساش تتابعني على كل القنوات في السوشيال ميديا، خصوصا التيك توك، علشان بنزل عليه محتوى يومي كل يوم عن البلد دي وعن شغل الفنادق برضه. خلي بالك انت لما توصل هنا عادي جدا ممكن يعدي اسبوع واتنين، شهر واتنين، وما يجيلكش اي رد على السي في او انك تلاقي اي شغل. انا في ناس بعتت لي رسائل كتير جدا بقالهم اكتر من سنه بيدوروا على شغل. وتخيل انت في الفتره دي كلها بتعيش حاله من الهلع، الارتباك، التوتر، وفي نفس الوقت انت المفروض تطمن اهلك اللي كل حاجه كويسه ومش قادر تشارك معاهم انت بتشعر بايه. وكل ده حرفيا انت بتعيشه لوحدك، مش قادر تشارك مع اي حد تاني. الفكره برضو للاسف انت ما بنيتش شبكه علاقات قبل ما تيجي البلد هنا، وكل اللي انت بتعمله انك بتقدم اونلاين، واستخسرت تدفع مثلا 500 جنيه او 600 جنيه في اشتراك لينكد ان علشان تبدا تتواصل مع الناس ومع الريكروترز وتبدا تبني علاقات قبل اصلا ما تفكر تسافر. وخلي بالك الاشتراك ده كان ممكن يجيب لك شغل ب 100,000 جنيه او ب 80,000 جنيه، يعني انا بكلم الجنيه المصري عشان تبقى واصله لك، لكن طبعا انت بتحولهم هنا كعمله البلد. واكيد انت بعد كل ده شهر او اتنين عايز تشتغل دلوقتي اي حاجه علشان تبدا تدخل، بدل ما انت على طول بتفضل تصرف في فلوس. محتاج اي قرش يدخل وتبدا تاخد الثقه تاني في نفسك وان انت فعلا ما خدتش القرار الغلط. خلي بالك اللي انت هتعرفه برضو مع الوقت ان هنا مش هينفع تنزل وتدور على شغل مانيوال، او اللي انت تنزل موت رجل زي ما بيقولوا وتدي السي في لكل شركه او لكل فندق. كل حاجه هنا هتبقى اونلاين، الا لو في مثلا زي اوبن داي او اسسمنت داي الناس بتبدا تروح فيه كووك ان، وده ما بيحصلش كتير خصوصا فتره الصيف. بجانب انا افتكر لما انا كنت لسه شغال في الريسبشن في الفنادق كان في ناس كتير جدا بتيجي موت رجل، شايفها كده على رجليها، وبتروح بتعمل ابروتش مع الكونسيرج اللي هو بتتواصل او تروح للكونسيرج وتديله السي في بتاعه على امل ان هم يوصلوه للاتش ار. بس للاسف الحقيقه بتبقى غير كده خالص، كان الكونسيرج بياخده يحطه في الدرج او للاسف بيرميه في سله المهملات. بس صراحه انا لما كان حد بيجي لي في الريسبشن بعد ما اخلص الشيفت بتاعي بكون مجمع السيفيهات وبنزلها للاتش ار. بس طبعا مليون مره احسن اللي انت بتقدم اونلاين، واللي انت حاول تعمل ستاند اوت ما بين الناس اللي هي بتقدم بسي في مميز، ودي هنتكلم فيها. خلي بالك انت برضه لو وصلت الانترفيو بتيجي هنا وتلاقي في حاجز كبير جدا. معظم الشركات بتاخده كانه زي اكسكيوز او اللي هو زي عذر علشان يرفضوا السي في بتاعك، الا وهو حاجز خبره دبي. شهادتك لوحديها مش كفايه، مش هتجيب لك شغل. قليل جدا لما تلاقي حد بيشتغل بالشهاده بتاعته، اصل في الافات الناس زيك من الافات البلاد التانية والجنسيات المختلفه معاهم نفس الشهاده، بجانب ممكن يكون خبرات اعلى منها شويه. ومتفاهم جدا حاجه زي كده. طب انا هاخد ازاي خبره البلد غير لما اشتغل في البلد؟ علشان كده لازم تعمل السي في بتاعك بذكاء. لو اتقبلت في اي وظيفه حتى من غير ما يكون عندك خبره البلد، اعرف اللي هي اول سنه دي هتبقى ضايعه منك علشان تفهم الدنيا رايحه فين وجايه منين والبلد، وتفهم الوظائف اللي بعد كده اللي هي ممكن تكون جايه من الشهاده بتاعتك او الكارير بتاعك. لان كتير جدا 95% من الناس اللي بقابلها اللي هي بتقبل باي شغلانه في الاول عشان ياخدوا الهويه او ياخدوا الاقامه، بعد كده بيبداوا يدوروا على شغل تاني. وبكلمك من الواقع ده ما بيحصلش. انت لما بتلاقي شغل صعب جدا اللي انت تغير الشغل ده. رتم الحياه جدا هنا سريع، الا لو انت شخص جاي اصلا وعندك المينتاليتي دي اللي انت عندك خطه خلال السنه الاولى هتمشي عليها. عشان كده لازم تجهز قبل ما توصل. لو خبر... لو خبرتك في مصر 4 5 سنوات دي كويسه جدا بس في مصر،
للاسف هنا شركات كتير وفنادق كتير دايما بتدور على خبره البلد ذات نفسها، وده بيكون محبط جدا، وده ما بتعرفوش غير لما انت تيجي هنا. شفت واحد بس هنا في الشغل ممكن تكون شغال مع 4 أو 6 جنسيات مختلفة، كلهم عادات وتقاليد مختلفة عنك غير اللي انت عارفهم خالص في مصر او اللي انت كنت بتشتغل معاهم في مصر. فان انت تتكلم معاهم واللي انت تكون حذر معاهم جدا في الكلام في اول سنه بيأثر على نفسيتك جدا، وبيخليك قاعد مش مرتاح وصعب اللي انت تتأقلم. انها بتكون عاده جديده عندك اللي انت تفكر على طول وتتواصل باللغه الانجليزيه بعد ما كنت طبعا واخد على الونس والصحبه في مصر. دلوقتي انت لازم هنا تتحدث باللغه الانجليزيه، وفي نفس الوقت لازم تراعي شعور الناس اللي حواليك وعاداتهم وتقاليدهم، وتفكر في اي كلمه قبل ما انت تقولها. ودي برضو نقطة انت لازم تخلي بالك منها وانت بتعمل السي في. انت بتعمل السي في بمعاييرك وخبرتك اللي هي تؤهلك لوظيفة احسن في مصر، لكن مش في البلد هنا. عشان كده الريكروتر لما يجي يبص بيشوف مؤهلاتك فعلا كويسة، بس مش هتمشي مع ثقافة المكان او ثقافة البلد. دايما افتكر انك بتنافس مع اكتر من 100 جنسية هنا، تمام؟ فحاول بقدر الامكان تفكر مكان الريكروتر، الراجل اللي هو بيشوف السي في بتاعك، تمام؟ بيشوف زيه 100 و200 و300 كمان كل يوم. فازاي تستاند اوت، ازاي تبقى مميز اول ما يشوف السي في بتاعك؟ لازم تفكر في حاجه زي كده. عشان كده لازم تحضر للانترفيو، لازم تذاكر الاسئله مش تحفظ الاسئله، لان ده اكبر غلط انك تحفظ الاسئله. لازم تفهم كل سؤال في الانترفيو بيكون عايز ايه، ولو فهمت هتعرف تجاوب عليه صح. ابسط ما فيها سجل نفسك كل يوم 5 دقايق او 10 دقايق وانت في البيت، اختار سؤال واحد كل يوم ومرن نفسك عليه. بعد كده ارجع شوف الفيديو تاني ازاي جاوبت، شوف البادي لانجوج بتاعتك، الفيس اكسبريشن، الكوميونيكيشن بتاعتك كانت عامله ازاي. واكتر سؤال بيتسأل والسؤال اللي هو موجود في كل الانترفيو ولازم تدرب عليه ولازم تعمل ستوري تيلينج في السؤال ده، introduce yourself او tell me more about yourself. ده من اهم الاسئله اللي انت عايز تدرب عليها. وهعمل فيديو قريب وهنزله على التيك توك، ما تنساش تتابعني هناك. احسن ستوري تيلينج، احسن طريقه تقدر تجاوب بيها على السؤال دوت، فتابعني هناك. والفكره ارجوك ما تروحش تسمع السي في بتاعك في اي انترفيو. Do not say like my name is Muhammad, I'm 32 years old, I graduated from Faculty of Commerce. بجد دي أسوأ طريقة أنت ممكن تقدم بيها نفسك، تمام؟ فكرة الانترفيور هو عارف كل الكلام ده من السي في، فما تروحش أنت تاني تسمعه له. كل سؤال بيتسأل لك في الانترفيو، خصوصا introduce yourself أو tell me more about yourself، هو مش عايز يسمع السي في. أنت أصلا عشان وصلت للانترفيو 95% أنت technically approved accepted خلاص، بس هم عايزين يشوفوك كبني ادم، عايزين يشوفوك كانسان انت هينفع تفت مع التيم، مع الكالتشر بتاعه الكومباني او الهوتيل ولا لا. فارجوك ما تسمعش السي في بتاعك في الانترفيو، تمام؟ انت مجرد ما وصلت هناك انت كده 95% خلاص accepted. ال 5% دول هم اللي لازم تلعب عليهم وتدرب عليهم في البيت عن طريق اللي انت تعمل فيديو وتجاوب على الاسئله وتبص لنفسك انت بتجاوب عليها ازاي. خلي بالك انت برضو ممكن تفضل تقرا وتحفظ في اسئله الانترفيو، بس يوم لما تروح تعمل انترفيو بتلاقيه انترفيو مختلف خالص، زي اللي هو جروب انترفيو، او ممكن يجيب لك اسئله مختلفه انت ما حفظتش الاجابه بتاعتها. علشان كده كل ما فهمت ازاي تجاوب على الانترفيو او اللي انت تحضر للانترفيو، كل ما انت رايح عندك ثقه في نفسك وما تبقاش خايف ايه هو الانترفيو اللي يحصل معايا، انا رايح وعندي ثقه في السي في بتاعي وفي نفسي وهعرف ازاي اعدي. نتكلم على اهم نقطه، تمام؟ ولو هتطلع من الفيديو ده كله بحاجه واحده هي النقطه دي، اللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه مش مجرد بس كلمتين انا احفظهم وهروح اسمعهم في الانترفيو، لا دي بجد هتبقى اسلوب حياتك. انا بتكلم كمان في البلاد اللي انت هتسافر ليها وهتتكلم باللغه الانجليزيه، ما اتكلمتش على اللغات التانية. الفكره برضو انت ازاي هتتواصل اصلا مع زمايلك اللي موجودين في الشغل معاك، تمام؟ هو هتتكلم معاهم باللغه الانجليزيه. زي ما قلت انت في الشيفت الواحد معاك جنسيات مختلفه جدا، معاك المغربي ماشي هتتكلم عربي، معاك الروسي، معاك الالماني، معاك اللي من كازاخستان او فلبين او الهند طبعا. كل الناس دي انت هتتواصل معاهم ازاي غير باللغه الانجليزيه؟ كتير جدا وانا بره بروح المولات بلاقي اخواتنا المصريين للاسف وبعرفهم لانهم بيبقوا واقفين ما بيتكلموش مع حد، ما بيتكلموش مع زمايلهم التانيين الا لو هو مصري او عربي، بيفضلوا يتكلموا معاهم بالعربي. فبالعكس انت دلوقتي جات فرصتك انك تمارس اللغه الانجليزيه. طيب احنا اتكلمنا على مشاكل كتير المفروض تشتغل عليها قبل ما تفكر تسافر. دلوقتي وصلنا للحل وهيكون في 3 خطوات. اول حاجه ظبط السيره الذاتيه بتاعتك او السي في بمعايير دبي، لازم توضح فيها انجازات وارقام لكل شغلانه انت اشتغلتها، ودي انا اتكلمت عليها في فيديو مخصوص ممكن تبقى تبص عليه 15 دقيقه بس، ازاي تعمل احسن سيره ذاتيه لو انت حابب تقدم في دبي.
الفكره برضو انك لازم تفضل تقدم من مصر. اول ما يجي لك فكره انك تسافر ما تستناش تيجي هنا علشان تبدا تدور على شغل وانت تعمل ابلاي اونلاين. لا، من مصر كل يوم من اوضتك خصص 15 30 دقيقه علشان تقدم بيها على شغل. وده اللي انا عملته وانا جيت من مصر من غير ما ادفع اي حاجه، من غير ما اجي هنا فيزيت فيزا وافضل ادور على شغل والكلام ده. لا، انا قدمت من مصر والحمد لله اكسبتد، وهم جابوني وتكفلوا بكل حاجه. في ناس كتير هتقول برضو لا انت لازم تبقى موجود هنا، انا بتفق معاهم مفيش مشكله، بس انت ممكن تعمل السي في بطريقه ذكيه. هات مثلا تستثمر $10 او $5، هتشتري فيرتشوال سيم كارد في ابلكيشن كتير جدا ممكن تشتري بيها زي اي سيم، تمام، برقم دبي، وبتكتبها عندك في السي في وبتنزل عندك على التليفون، تمام، وبتسطبها عندك وبتبقى انت كده معاك اكنك رقم اماراتي واكنك موجود هنا، تستقبل مكالمات وممكن تفتح عليها واتساب بيزنس برضو مفيش مشكله. بعد كده انت بتكتب في السي في الرقم دوت واكتب انك موجود هنا في دبي، ما تكتبش عجمان او الشارقه، لان كل الشغل تقريبا 85% من الشغل بيكون موجود في دبي. فدي كده طريقه ذكيه تقدر تعمل بيها السي في وبتبدا تعمل ابلاي من مصر. واصلا قبل ما تيجي هنا لازم تتاكد الانجليزي بتاعك فوق 80%، تمام. مش هقول لك لازم يكون معاك شهاده هنا، محدش هيسالك على شهاده، الحمد لله انا بتكلم انجليزي، بتكلم الماني، وحاليا بتعلم روسي، وكلها في الخبره العمليه، ومحدش بيسالني على شهاده. بس لما تروح تعمل الانترفيو انت اوريدي بتثبت ازاي بتعرف تتكلم انجليزي، تمام، فمحدش هيقول لك هات الشهاده بتاعتك. فما فيهاش مشكله برضو لما انت تاخد 10000 جنيه او 15000 جنيه من 200000 جنيه اللي انت مستلفهم علشان تروح تطور اللغه الانجليزيه بتاعتك. وارجوك لما تطورها طورها صح، حاول بقدر الامكان تتكلم تدخل الكونفرزيشن ليفل، بلاش اللي هو تروح، لان للاسف الكورسات كلها في مصر بيتعلم انا شايفها غلط، تمام، وبعتذر ليهم كلهم، بس الفكره هم بيعلموا بالطريقه المدرسيه، تمام، زي اللي احنا اتعلمناه في المدارس. اللي انت اتعلمته في المدارس انت ما بتحتاجوش في حياتك العمليه، عشان كده لازم تتعلم كونفرزيشن وتعرف ازاي تكسر حاجز الخوف جواك والقلق. ولما تيجي تتكلم انجليزي كلنا طبعا في الاول كان ضربات قلبنا بتعلى، وتبقى خايف ان حد يتريق عليك اصلا، عشان ده اللي كان بيحصل في المدارس، فاحنا لسه عندنا المشكله دي. يعني اعتقد في 2025 the English is the easiest language you can learn. عندك كل حاجه حواليك باللغه الانجليزيه، وصدقني لما تيجي هنا هتقول يا ريتني صرفت 50000 جنيه مش 10000 جنيه، لان هنا 80% تاني من الشغل كله باللغه الانجليزيه. فلو انت ما بتتكلمش وما عندكش ثقه انك تتكلم باللغه الانجليزيه فبتلعب في 20% بس من الوظائف هنا. ال 20% دول طبعا بيكونوا من اقل الوظائف. فانت حاول بقدر الامكان تستثمر صح، تستثمر في نفسك وتعلم اللغه قبل ما تيجي هنا عشان تفتح لنفسك ابواب كتير ووظائف كتير، وعلى الاقل تعرف تتواصل مع ناس بره ثقافتك وبره عقليتك يقدروا يفيدوك بحاجه بعد كده. ان انت بتتكلم انجليزي بجانب انت معاك اللغه العربيه تقدر تدخل مصدر معلومات كتير جدا وبيكون اكتر وبيقدر يفيدك. هنا ما كلمتكش على كورسات او ان انت تروح تاخد كوميونيكيشن سكيلز او شهادات تانية في مجالك، انا بجد بقول لك لو مهارة واحدة بس او حاجة واحدة بس هتاخدها وهي هتغير لك حياتك كلها حرفيا، هي هتبقى اللغة الانجليزية، فركز عليها قبل ما تيجي. بالمناسبة برضو خليني اقول لكم خدمة من الخدمات اللي احنا بنقدمها اللي هي الانجليش سيشنز. دي بتبقى عبارة عن كونفرزيشن مع ناس اجانب عايشين هنا في دبي علشان تتعلم انجليزي وعلشان تاخد خبرة البلد برضو. لو حابب هسيب لك اللينك في الديسكربشن، ومعانا خصم على اول 50 مشترك. تاني حاجة انت لازم تهتم بشبكة علاقاتك، كلم اصحابك، كلم اصحابك، خش على لينكد ان، حاول تتعرف على كل الناس في مجالك وبره مجالك برضه. الكلام ده من اهم الحاجات اللي انت ممكن تعملها هنا وتقدر تجيب لك شغل. هسيب لك برضه في الديسكربشن ابلكيشن ممكن تنزله اسمه ميت اب، ده بيكون فيه البيزنس اكتر وبتقابل ناس كتير جدا في مجالك عايشين هنا في دبي، بيعملوا زي ايفنتس وميتنج انت تقدر تنضم ليهم. اهم الحاجات اللي محدش بيشتغل عليها هي الكوميونيكيشن سكيلز. عايزك تفكر كده انت كام مره غيرت فيها البدله بتاعتك، كام مره غيرت فيها العربيه بتاعتك، يا اخي كام مره انت غيرت الانسان اللي انت مرتبط بيه. بس محدش فينا بيغير خالص طريقه التواصل بتاعته او طريقه الكلام مع الناس، دي بتفضل عايشه معانا طول عمرنا. عايزك دايما لما تكون فاضي ادخل اوضتك وسجل لنفسك، حتى لو انت مع اصحابك حاول تسجل فيديو، خلي التليفون بعيد، ولما تروح البيت شوف انت كنت بتتكلم ازاي، شوف الكلمات اللي انت بتفضل تكررها وقت ما تيجي تفكر، اللي هي بنقول عليها الفيلر ووردز. دي من اكتر الحاجات اللي ممكن تحسن بيها الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك. ما بقولكش روح خد كورس، ما بقولكش اتعلم، لا، عايزك تعمل ريكورد لنفسك، صور نفسك مرتين ثلاثه في الاسبوع لمده 5 دقائق ل 15 دقيقه، بس شوف نفسك كنت بتتكلم ازاي، حركه جسمك كانت عامله ازاي، ومع الوقت صدقني انت هتلاقي تحسن رهيب جدا. وتاني ده من غير اي كورس، ده حاجات فري، ده بيزكس ممكن تعملها من البيت. وما تنساش دايما تتكلم بوضوح وثقه واحترام وابتسامه،
وفكره الثقه برضو دايما بتيجي من الحاجات اللي انت عارفها. يعني لما تروح لانترفيو او تتكلم على حاجه انت عارفها، بتتكلم بثقه وبتتكلم بشغف كبير جدا عن الحاجات التانية اللي انت ما عندكش معلومات فيها. بتلاقي مخك بدأ يقل شويه او يبقى ابطا شويه في المعلومات اللي بتطلع، وده بيبان طبعا للريكروتر وللناس اللي انت ما عندكش ثقه في الحته دي، فمعناها ان انت ما عندكش خبره. فلازم تخلي بالك من الحته دي. دول الثلاث نقط اللي انا حبيت اتكلم عليهم لان جالي عنهم اسئله كتير في السوشيال ميديا. وصدقني انت لو عملت الثلاث نقط دول وبدات تشتغل عليهم هتلاقي تحسن كبير جدا. تمام. وعارف ان انت ممكن تقول لي انا اصلا مش عايز اسافر ومش عايز اجي دبي، انا ما عنديش وقت اصلا ان انا اعمل الكلام ده. طيب لو انا عايز اسافر هعمل الكلام ده لما ابقى اوصل دبي. صدقني ده اكبر غلط ممكن تعمله. كلنا عندنا نفس ال 24 ساعه، بس هي فكره الاولويات، ايه اللي عندنا بياخد وقت اكتر من التاني او من الحاجات التانيه. فدايما حط اولوياتك لنفسك، حب نفسك، وحاول تطور من نفسك، وخليك انت دايما رقم واحد لنفسك. علشان صدقني محدش هيعملها غير نفسك، محدش هيعمل اي حاجه ليك الا انت. ما تنساش تتابعني على كل السوشيال ميديا، ودايما انا بنزل محتوى على التيك توك عن الفنادق وعن السفر في دبي. كان معكم محمد عبد الهادي. السلام عليكم.